كما تتضح هذه الروابط الوثيقة من خلال الزيارات الثمانية التي قام بها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى السنغال، وكذلك من خلال الإطار القانوني الشامل المنظم للعلاقات الثنائية الذي يضم أكثر من 140 اتفاقية للتعاون. ملفات استراتيجية أدرجت ضمن جدول الأعمال من المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس إلى مشروع أم بالغاز نيجيريا المغرب، مع تأكيد الدور المحوري للسنغال في هذه الأورة القارية، محطة عمل تم خلالها استحضار مسار طويل من العلاقة الأخوية بين الرباط ودكار. من الإيجابي أن تنعقد اللجنة العليا في إطار الرئاسة المشتركة بين رئيسي حكومتي البلدين، ما يعكس إرادة مشتركة لإعادة الحيوية للتعاون بين الرباط ودكار انسجاما مع التوجيهات التي حددتها سلطاتنا العليا، ويؤكد الطموح المشترك الذي نتقاسمه بهدف تقوية الشراكة الاستراتيجية المغربية السنغالية. علاقات تأسست على الثقة وتطورت عبر تعاون سياسي واقتصادي وإنساني متواصل. المشاريع المستقبلية ستنتقل من برمجة ظرفية إلى برمجة هيكلية، يضيف البيان المشترك. هذه الزيارة تأتي في سياق مشحون بالأحاسيس الرياضية، وفي ظل تطورات مؤسفة حملت أبعادا وصور كانت أحيانا مؤلمة لشعبين مرتبطين بعمق، فالانزلاقات التي لوحظت هنا أو هناك لا ينبغي إنكارها ولا تضخيمها، بل يجب توصيفها على أنها تجاوزات عاطفية ناتجة عن الحماسة والشغف، لا باعتبارها مسائل سياسية أو ثقافية، فالرياضة مجال للشغف، ومهما بلغ هذا الشغف فلا ينبغي أن يلخص العلاقة بين هاتين الأمتين. نسخة كأس إفريقيا للأمم بالمغرب بدورها كانت حاضرة على طاولة النقاش كعنوان لقدرة المغرب على تنظيم كبريات التظاهرات القارية. أن أتمن الدعم الفعال للسنغال أمام المنظمات القارية والدولية لحق المملكة في قضيتها الوطنية، وعلى تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على صحرائها، فضلا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب وأقرها قرار مجلس الأمن رقم 2797 باعتبارها الحل الأوحد والأمثل لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهذه ليست غريبة عن السنغال، عن شعب السنغال، عن حكومة السنغال، وهو التأكيد على الوحدة الترابية، على سيادة المغرب على صحرائه. يزيد، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة. طيب يزيد، ما رأيك أولا في الاتهامات التي تبدو بأننا نعرفها جميعا؟ المغرب يسيطر على الكاف، لقجع له نفوذ واسع، لا أحد يقول له لا ولا يسيطر عليه، ولكن أن تصدر الآن ومن رئيس الاتحاد السنغالي، ما معنى هذا برأيك؟ شوف قادة، هذه سابقة لأن في الماضي وفي الوقت هذا الحاضر ما كانش اللي يهضر في الكاف، ما كانش يهضر كاع، راهم محجوزين في الكاف. منهم هذا رئيس اتحاد كرة القدم تاع السنغال، ما تختلفش قدر بلي هو راه رئيس لجنة الانضباط. هذا الرئيس هذا يعني هو عنده صلاحيات يقدر يحل الملفات تاع الانضباط وتاع لا ديسيبلين، يحل الملف تاع اللي يخص رئيس الفيدرالية المغربية لكرة القدم تاع القجع، حيث قال رئيس الاتحاد السنغالي أن لقجع يمارس نفوذا واسعا داخل أروقة الكاف، والكاف تحت سيطرة المغرب، هكذا قال رئيس الاتحاد السنغالي في حوار بثه موقع سينيواب السنغالي، وقال بأن الكواليس التي كانت وسبقت النهائي كانت كواليس خطيرة وخلقت أجواء غير متكافئة بين الطرفين، وقال بأن المغرب يمسك بكل الخيوط داخل الاتحاد الإفريقي، معتبرا، وهذه جملة أيضا خطيرة، قال بأن هذا الأمر جعل العديد من الاتحادات الإفريقية تفضل الصمت وعدم التدخل في صدام مباشر مع فوزي لقجع.
مع هذا الحديث عن كأس إفريقيا يبدو بأن نهائي كأس إفريقيا انتهى، السنغال حصلت على الكأس، بينها ما صرح به اليوم رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال الذي خرج عن صمته وصرح بتصريحات مثيرة للجدل، حملت اتهامات خطيرة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها فوزي القجع. المغرب يسيطر على الكاف ويقرر كل شيء، هكذا قال. يعني هو لا يقول جديدا، نعرف كل هذا الكلام، ولكن أن يخرج هذا الكلام الآن ومن رئيس الاتحاد السنغالي الذي فازت بلاده بكأس إفريقيا، فالتوقيت والمتحدث هما اللذان يفرقان يعني عن التهمة. نعلن ونشير إلى أن السنغال عندها قنصلية في مدينة الداخلة. السنغال كما جاء في كلمة الوزير الأول وكما جاء في البيان المشترك لها أهميتها في الدفاع يعني المشترك عن الوحدة الترابية المغربية والسيادة المغربية. وفي البيان كان هناك التركيز على هذا الدعم وعلى أيضا دعم القرار مجلس الأمن 2797. الطريقة التي حصلت بها على الكأس هي التي تثير جدلا، لأن المغرب الذي كان يستعد للاحتفال بهذا اللقب الذي يحتاجه منذ سنوات طويلة صدم بهذا السيناريو الذي وقع في النهائي، ويبدو أن ارتدادات الزلزال الذي وقع في النهائي تتمادى يوما بعد آخر. هنالك هزات ارتدادية، يعني هو يقول بأن الكل يفضل الصمت ولا يواجه فوزي القجع الذي يسيطر على الكاف. فعن هذه التصريحات وآثارها وارتداداتها، وأيضا هل يمكن أن تكون مقدمة لأحداث أخرى في الكاف؟ أقام الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول السنغالي عثمان صونوكو والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش. حضر هذه المأدبة على الخصوص وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ، والسفير جمهورية السنغال بالمملكة المغربية سينابو ديال، وأعضاء الوفد المرافق لسونوكو. كما حضر هذه المأدبة رئيس المجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومستشار الملك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة مقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفير المملكة المغربية لدى جمهورية السنغال حسن الناصيري. وكان أخو النوش والصنوخ قد ترأس اليوم أشغال الدورة الخامسة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية التي توجت باعتماد البيان المشترك والتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة ومذكرات تفاهم وبروتوكولات اتفاق.